كوردون بلو مقرمش من بره وجبنة سايحة من جوه، أسهل طريقة تعمليه في البيت ويطلع أحلى من المطاعم. يلا بينا نشوف مع بعض هنحضره ازاي. عندي كيلو من الفراخ المفرومة، فرمت نص من الوراك ونص من الصدور. وبعد كده بقى هبدأ أتبل. حطيت الأول ملح وعليهم بهارات فراخ أو عندي مرقة دجاج فورية. وبعد كده بقى حطيت عليهم توم باودر وبصل باودر. ضفت عليهم بقى بابريكا وشوية فلفل أسمر كده. وآخر حاجة معلقة من الزعتر. وهحط عليهم معلقتين مستردة. هبدأ بقى أعجن كله كده في بعضه عشان كله يشرب من البهارات والخليط كله كده يبقى ايه شارب من نفس التتبيلة. وبعدين هبدأ بقى أفرده. جبت كيس وحطيت عليه معلقة زيت كده عشان ما يلزقش. وهبدأ اخد بقى قطعة قطعة من الخليط. هبدأ أفردها. هجيب بقى كيس كده تاني بحيث ان انا عايزة افردها بالنشابة عشان كلها تبقى بنفس السمك، عشان لما اقفل عليها بالحشوة تبقى كلها واخدة نفس السمك، مفيش حتة اقل من حتة تانية. افردها بقى كده بسهولة بالشكل ده. وبعد كده بقى هبدأ احط الحشوة. حطيت هنا جبنة شيدر اللي هي بتاعة البرجر، وعليها قطعة من التركي. وهبدأ بقى اقفل كده. هقفل كده بالراحة واحدة واحدة عشان عايزة الخليط يبقى مقفول كويس قوي عشان الجبنة ما تسحش وتطلع أثناء القلي من أي جنب أو حاجة. فبقفلها كده ايه بإحكام قوي. بالشكل ده بقى كده. هبدأ بقى أحطها في الدقيق الأول، وبعد كده حطيت بيض ولبن. وبعد كده بقى على البقسماط. وهروح بقى ايه أسخن الزيت. وهبدأ أنزل واحدة واحدة كده في الزيت بعد ما يسخن. لما الاقيها بقى خدت لون من على الناحية هنقلها على الناحية التانية. وده بقى شكلها بعد ما استوت. خطيرة يا جماعة، جربوها وإن شاء الله تعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل وصفاتي الجديدة.